هو ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يعني انا بعتذر للناس اللي هي متابعه القناه واخده بالها ان الجمعه اللي فاتت ما نزلتش الحلقه الثابته اللي بنزلها، بس الحقيقه بعد ما عملتها ما عجبتنيش فقلت ارحلها للجمعه الجايه ان شاء الله. ولكن حتى هذا الحين في حاجه يعني مهمه جدا حصلت، قلت نتكلم مع بعض فيها. وهي ان الاول مره من سنه 82 تقريبا رئيس الصين الحالي اللي هو شي جين بينج بيعاد انتخابه لدوره ثالثه. يعني شوف، تخيل الصين الدكتاتورية دي ما ينفعش الرئيس فيها كان يقعد اكتر من دورتين، لا هو ولا نائبه. والحقيقة دي فرصة لان نتكلم في قصة الصين دي، لان في ناس كتير تقولك ايه الصين اهي ديكتاتورية وماشية زي الفل. ده بيفكرني بالفيلم بتاع محمد صبحي بتاع الشيطانة التي أحبتني، لما انضم العصابة فبيقسم قسم العصابة أقسم بكل ما هو واطي وخسيس. يعني في ناس تشاور على الحاجة الخسيسة وتتبناها، يعني كل ما هو واطي يحبوه. يعني في 99% من دول العالم الناجح دول ديمقراطية، انت ليه بتشاور على ال1% وهو ده النموذج اللي عاجبك؟ ليه سايب القاعدة وماسك في الاستثناء ده لو حصلوا ال1%؟ يعني ليه يا حبيبي ليه كده يعني؟ لكن بعيدا عن الأمراض النفسية دي، خلينا نقول يعني ونتكلم باختصار في حاجة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، ان الصين دولة ديكتاتورية طبعا، ولكن علشان تعبر من البلوى اللي كانت فيها اللي ما شاء الله هم فيه النهاردة، هم عملوا اصلاحات برضو سياسية وإدارية. ونتكلم برضو في الآخر عن رئيس الصين الحالي، لأن حياته درامية جدا وتعتبر مثل من أمثلة إنسانية كتير، إن الإنسان ممكن يتظلم فبدل ما يكره الظلم يتعلم من الظالم ويتبنى النموذج بتاعه من غير ما يحس ويأثر فيه. في البداية خلينا نقول يعني اللي حابب ياخد تفاصيل أكتر يرجع لحلقة مجاعة الصين. بس في ناس كتير أكيد عارفة الثورة الثقافية. يعني الصين زمان كانت بلد الناس بتموت فيها من الجوع يعني، وكانت رايحة في 60 داهية. كانت أسوأ ما فيها كمان ان الرئيس اللي هو ماو تزي دونج علشان يداري ان سياساته الزراعية الفاشلة موتت ملايين من البشر من الجوع، اطلق حاجة اسمها الثورة الثقافية. ان يا جماعة احنا في وسطينا خونة ولازم نطهر بلدنا بايدينا ونتخلص من الرأسمالية وبتاع. فأطاح بالطريقة دي بكل خصومه السياسيين، واستغل حماس الشباب اللي كانوا مؤمنين بيه جدا وجيش الناس ضد بعض. وده الأسوأ، يعني ما كانش فيه محاكمات مثلا ولو شكلية. يعني ممكن مثلا 50-60 شاب يشتبهوا في مدرسة عندهم في المدرسة علشان هي لابسة شميز شكله أجنبي فيسحلوها يدوها علقة موت. ممكن واحد يبلغ عن جاره علشان عنده ذكر بط فهو كده راجل رأسمالي ولازم نشك فيه. يعني كانت في مهازل بتحصل وموتت ملايين الناس برضو، لحد ما مات ماو تسي دونج وكانت الصين جعانة وفاشلة باختصار كده. فجه بعد واحد اسمه دينج شاو بينج، راجل كان مدرك ان ما ينفعش البلد تستمر على حالتها دي، ما ينفعش. وادرك كمان، هو ما كانش عنده اي نية ان هو يعمل ديمقراطية خالص، بس ادرك ان هو ما ينفعش ينتشل البلد من حالتها دي الا لو عمل اصلاحات سياسية حتى ولو جزئية. فاللي حصل ان هو الحزب الشيوعي الصيني هو تعداده الحالي 90 مليون بني ادم، يعني تقريبا قرب سكان مصر. يعني لان بقى انتوا فاهمين في الظروف دي اللي بيدخلوا الحزب، واحد عايز ياخد ترقية، واحد عايز يمشي البيزنس بتاعه. المهم ال90 مليون دول بقوا بيختاروا 2000 مندوب من الاعضاء المهمين في كل حتة. ال2000 مندوب دول بينتخبوا لجنة مركزية من 200 واحد. ال200 واحد بينتخبوا حاجة اسمها المكتب السياسي، تقريبا من 4 ل9 أعضاء، وهم دول الحكام الفعليين للبلد، ومنهم رئيس الدولة طبعا. أهم حاجة أو أهم تغيير حصل إن طبعا في تربيطات وشلالية وحسابات وكل حاجة، ولكن في عنصر الكفاءة، يعني بقى يتعمل له حساب. ابتدينا نبص لقصة السي في والبرنامج والراجل ده خبراته الإدارية إيه وبتاع، خصوصا وان ماو تسي دونج حط دينج شاوبينج اللي هو جاي يصلح ده حط سقف للسن. يعني سي ان انت حاجه و60 سنه تتكل على الله بقى تسيب الحزب، مش ان هو يفضل مكمل لاخر حياته يعني. فابتدى يحصل احلال وتجديد وابتدت كفاءات تخش، فابتدى الاعضاء ينتخبوا بطريقه سيمي ديمقراطيه، يعني في ديمقراطيه ولو جزئيه، وابتدى يبقى فيه كفاءات. تمام. ده غير طبعا ان هو حط الشرط او الدستور اتعدل بحيث ان الرئيس ونائبه ما ينفعش يقعدوا اكتر من دورتين، لان طالما ان البني ادم خلل فيها وقاعد للابد وضمن مكانه خلاص، يعني هو ماله بقى البلد تتحسن ولا ما تتحسنش، هيبتدي يركز في حاله هو بقى وتظبيطه وتظبيط عياله. يعني حتى في العلاقات الانسانيه يقولك ما تخليش اللي قدامك يحس ان هو ضمنك يعني. يعني تمام. فالمهم ان الخلاصة ان علشان الراجل يعمل الاصلاحات الاقتصادية اللي هي تستاهل ان تعمل فيها حلقة لوحدها، والمدن الحرة وبتاع، كان لازم يعمل اصلاحات ادارية وسياسية في الاول.
فالناس اللي متخيله وبتتشدق بنموذج الصين وبتاع ان النموذج الطابونه، ان في عقليه طابونه هتعمل الانجازات الخزعبليه دي، فنقول له الافيه الشهير بتاع رئيس حسني مبارك: صين ايه يا ابو صين. احنا هنهزر يعني، اللي يفكر بالطريقه دي يبقى معتوه يعني. ولكن انا مش حابه اثبت اي حاجه لاي حد، مش بقول الكلام ده من باب ايه عشان اقنع حد، ولكن انا بس مش حابه ان اتفرج على المنطق وهو بيداس فيا، عيب ان الحكايه دي بتعصبني يعني. المهم نيجي بقى لشخصيه رئيس الصين الحالي. رئيس الصين الحالي حياته كانت دراميه جدا. هو الراجل نشأ ابن عز، يعني كان ابوه عضو كبير في الحزب الشيوعي الصيني، وكان شئس هو وماو تسي دونج اللي هو الرئيس الدكتاتور القديم الاولاني ده. فكان عايش في كومباوند، وكان داخل في مدرسه من مدارس الناس الاليتس، نقول زي مدارس الانترناشنال عندنا اليومين دول. الكلام ده كله اتقلب لحد ما ابوه كان واحد من الناس اللي اتسحلت في الثوره الثقافيه دي. فمش بس كانت المصيبه ان حياته يعني اتقلبت بقى من العز للتحت خالص، ان هو كطفل وكان عنده وقتها 9 سنين كان مطالب منه ان هو يكفر عن ده. يعني هو كان بيطلع في حاجة كده، كانوا بيعملوا جلسات علشان ايه ينتزعوا اعترافات من الناس وبتاع، يطلع ان هو يعترف قدام الناس ان هو بيتبرأ من ابوه الخاين الواطي الحقير ده، ويشتم في ابوه علشان ينجو بنفسه. وكان الاطفال وقتها في المدارس والطلبة في المدارس بيدرسوا يعني كلام الزعيم بتاعهم وقتها، هو كان بيدرس الاضعاف ويحفظه ومش عارف ايه علشان يثبت بقى، يعني عشان يعرف يعيش مش اكتر. اخته ما عرفتش تهندل الضغوط دي كلها وانتحرت. يعني احنا بنتكلم في مأساة بكل المقاييس يعني. فمن كتر الذل اللي شافه، الناس بتقولك، المحللين بيقولوا يعني ان هو من كتر ما شاف ذل ومن كتر ما كانش عايز يرجع لده تاني، لا اراديا كده حس ان السلطة هي الملاذ الوحيد، وهي بوابة العبور الوحيدة اللي يضمن بيها ان ده متكررش معاه مرة تانية. ومن غير ما يشعر شرب شخصية ماو تسي دونج يعني. فوصل السلطة المهم الراجل، وهو طبعا الصين دولة ديكتاتورية كده كده، بس هو أشرس من الباقيين وأكثر قمعا منهم، والاعتقالات أشد وبتاع. فأزمة الكورونا مثلا في البداية خالص، في آلاف مؤلفة من البشر اتشدوا، هم ما عندهمش فيسبوك بس عندهم موقع بديل له يعني، علشان كتبوا بس إن في شيء مش طبيعي يا جماعة بيحصل في المستشفيات، ما كانش معروف لسه اسمه ايه. فعمل حاجة شبيهة كمان شوف سبحان الله اللي هي الثورة الثقافية، ان هو علشان برضو يكتسب بونت عند الناس ان احنا هنعمل حملة ضد الفساد، واطاح بقى بكل خصومه بالطريقة دي. مشى بتاع 120 وزير والاف الموظفين المهمين ونص مليون عضو من الحزب الشيوعي، واتعملت لهم جلسات تبدو ان هي محاكمات بس هي كانت جلسات تجريس علنية. وحتى الشباب اللي كان بيتقبض عليهم بسبب البوستات اللي بيكتبوها والحاجات، ممكن يطلعوا بعد كده يعتذروا في جلسات في خزي كده ان انا اسف وان انا اجرمت وان انا غلطت وان انا مش عارف ايه، اللي هي على الطريقة القديمة بس ايه اهدى شوية يعني. شوف للدرجة دي هو شرب الراجل. فكمان هو سنة 2018 عدل الدستور بما يسمح له ان هو يترشح اكتر من المدتين، وده معناه ان هو قاعد لحد ما يموت يعني. كانت في نبوءة من فترة طويلة ان الصين دي هي اللي هتحل محل الغرب، وهو ده كان طموح الراجل وما زال طموحه، يعني ان هي مش مجرد البلد اللي احنا معجبين بانها بتصنع كل حاجة، لا دي سياسيا كمان هتبقى اقوى. انا كان اعتقادي زمان والله اعلم يعني ان لا، يعني مفيش دولة ديكتاتورية مهما كانت امكانياتها تنتصر على الدولة الديمقراطية. صحيح الغرب دلوقتي مش في احسن احواله، والرأسمالية بهدلت الدنيا وما عادش فيه عدالة ولا حلم امريكا زي الاول، بس في الاول وفي الاخر الديمقراطية عندها آلية ان هي تصلح اخطائها يعني. اخينا ده لما جه بقى عمل الحركة اللي عملها دي ان هو ترشح للمرة الثالثة او فاز للمرة الثالثة، هي مش انتخابات اساسا. انا اتاكد عندي الاحساس ده، طبعا واحد مش سياسي ولا حاجه بس مجرد احساس يعني، ان هو خلاص يعني دي بدايه النهايه. بدايه النهايه دي مش معناها 5 سنين 10 سنين، لا يعني احنا معانا وقت، ما وراناش حاجه يعني. لان وانس ان دخل الشخص اللي مش ناوي يطلع، خلاص بقى يعني ما عندكش ضمانات ان هو مش ممكن يجيب تامر ولا جمال شي جين بينج يمسك الصين في يوم من الايام، ينسى بقى الصناعه وينسى البتاع ويمسك في ازاي ان هو يوطد حكمه ويقعد هو واولاده ومراته واولاد ويمشي بقى الناس اللي عندها كفاءات علشان قلقان منهم، والقصص اللي احنا عارفينها دي. ففرصة يعني، شكرا يا جماعة، وشكرا لرئيس الصين انها يعني كانت فرصة لطيفة نتكلم مع بعض. شكرا، باي باي.